عين قانعة، قانعة، مش محتاجة حاجة، مش عايزة حاجة. أبونا إبراهيم يقول لأبونا لوط: لا تكن مخاصمة بيني وبينك وبين رعاتي ورعاتك، اللي يريحك خده. وانت هتاخد ايه؟ انا خدت المذبح، انا خدت النصيب الصالح، انا خدت السماء مفرحاني وشبعاني. انا شبعان. ابونا لوط كان جعان متأسف، فاختار ارض سدوم، ارض الخطية، مهموش المكان، عايز كتير. طب ده ناس عشان ما درس الموضوع دراسة وافية، فراح منطقة تعب فيها وخسر فيها كل شيء. أبونا إبراهيم كان باصص على السماء بس، على السماء بس، مش عايز حاجة. عين قانعة، عين قانعة. خلي بالكم، خلي بالكم، خرنوب الخنازير مش هيشبعنا، لا يصلح لمعدة اعتادت أن تأكل خبز المسيح. خبز الحياة. الخرنوب مش هينفعنا. القرى البعيدة لا تصلح سكن لنا، حيث ان احنا اعتدنا ان نكون في حظيرة الخراف. اوعى تفكر ان العالم ممكن يشبعك، مستحيل. عين قانعة، عين قانعة. وانت هتاخد ايه يا ابونا ابراهيم؟ انا خدت النصيب الصالح الذي لا ينزع مني. يا ترى دورنا على النصيب الصالح ولا لسه بنختلف على الحتة الكبيرة والحتة الصغيرة والنصيب الأكبر والنصيب الأفضل والنصيب؟ اوعى اوعى اوعى. مفيش حاجة هتشبعنا غير المسيح بس، غير الأبدية بس، غير ملكوتنا بس. ما تبصش لحاجة في الأرض. لم يعدنا الله بالأرض، ما وعدناش. إن قال لنا اطلبوا أولا ملكوت الله، وثانيا مفيش. أولا دي تكفي. كونك بتطلب تاني يبقى أنت ما طلبتش كما في فكر المسيح، ما طلبتش الأبدية كما قصد المسيح. لو طلبنا الأبدية بقصد المسيح مش هنحتاج لحاجة أبدا أبدا. عيننا على السماء، عيننا فرحانة بربنا. معك لا أريد شيء. أبونا إبراهيم لما قال له اطلع وسيب أهلك وعشيرتك، ما قالوش هتوديني فين، هتديني كام، هتأكلني. يكفيني معيتك. عندما تتأكد أنك مع المسيح لا تطلب شيء، هترتاح، حيث أنك مع المسيح في الأبدية.